بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم ونقول اي حاجه كلنا متعودين في بدايه الفيديو نصلي على النبي، وكمان ما تنساش تعمل لايك وتكتب دور ومتابعه عشان نوصل لاكبر عدد. الحمد لله المنتخب المصري كسب النهارده 2-0، والحمد لله حصلنا على الثلاث نقاط التانيين، والمنتخب المصري متصدر المجموعه ب6 نقط. لو جول الشناوي كان زماننا شلنا 3-4 وخسرنا المباراه، بس الحمد لله كان الشناوي موجود. وعلى رأي أيمن الكاشف الفريق البطل لازم له حارس بطل، والشناوي النهارده كان زي الفل وشال المنتخب. دفاع المنتخب في كارثة، وعلي جبر ما ينفعش يلعب في المنتخب قسما بالله. علي جبر اخره يلعب في مناخيره، يلعب صح. كان علي جبر وراه شوارع وراه شوارع والله. المنتخب المصري مفتقد الونش وكمان مفتقد احمد حجازي، ربنا يرجعهم بالسلامه يا رب. شوط اول بالكامل ما يتعملش فيه الا هجمه واحده، والحمد لله ان هي جت جول. الحمد لله ان تريزيجيه فنشها صح وجت جول. لو هدي افضل لاعب في المباراه فهديها للشناوي ومحمود حسن تريزيجيه، افضل اتنين في المباراه. ومحمود حسن تريزيجيه هو المحترف الوحيد اللي بيجي يلعب في المنتخب المصري، والباقي تحسه خايف على نفسه. بس كده، يلا سلام.